السلام عليكم. لو عايز تعمل لون فانيلا لاتيه بنفس الدرجة اللي انت شايفها دي، بسهولة جدا ان شاء الله هخليك تعمله. درجة زي الكمبيوتر. انا عارف ان انت تعبت ولفيت كتير وحاولت، بس ما ظبطتش معاك. لون زي اللي انت شايفه ده تقريبا نص صبغة من كارتيل جوتن، احنا عاملينه على ايدينا ان شاء الله. بص، ده شكله في الاضاءة، بس الرفلكت عامل مشكلة. فلو تعرف بس في حل الرفلكت ده من تليفون سامسونج، يبقى كتر خيرك كلنا عليه. معظم الناس لما بتيجي تلون الفانيلا لاتيه كانت بتجيب المركزات اللي هي معروفة، التلات ألوان: الأصفر والأحمر والأسود، أو مكان الأحمر بني. وفي ناس استخدمت البريموكات اللي انت شايفه ده، وفي شركة تانية اسمها دريم. وبصراحة ده حل كويس جدا، بس في تركية صغيرة بقى عشان تطلع لك اللون. بعد ما نحط بالبريموكات أو دريم المركز الفانيلا لاتيه، اللون في التشطيب بتحس ان هو بيدي سنة رصاصي. الحل بقى في دي: شوية أصفر جملي. هحط الدرجة اللي أنا عايزها، تقريبا البستلة بتاخد ربع العلبة دي، هيديك نص صبغة. أنا مش هقولك بقى سرنجة ولا كلام من ده. كل درجات البيج الرمادي دي هقولك على تركية سهلة برضو بنتعامل بيها. يبقى أنا هحط علبة الربع مثلا العلبة على البستلة، وسنة أصفر جملي صغيرة، هيديني اللون بيرفكت بالظبط زي كارتيل جوتن. زودت الكمية شوية وزودت الاصفر تاني، هيديك برضو تقريبا الصبغه الكامله. وانا ما انصحش بالصبغه الكامله. معظم الشغل نص صبغه 50% زي ما انت شايف كده بيطلع معاك ممتاز جدا. ودي نماذج تشطيب لشقق كانت معموله، دي تقريبا كانت 75% صبغه بنفس الكميه. اخرك كده اكتر، الصبغه الكامله بصراحه مش هتظبط معاك. وانا شايف ان الموضوع مناسب جدا، والدرجه حلوه جدا، خصوصا في الشقق الصغيره 90 وال 100 متر وال 120 كمان يعني. بص، انا مش هدف اطول عليك، انا بس عايز اوريك كذا طريقة، كذا شقة وكذا شغلانة احنا عملناها بنفس الطريقة دي، والشكل بيكون طالع ازاي. دي نماذج برضو لشقة تانية، نفس الفكرة. يا دوب ربع العلبة. انا مش هقول لك نجيب السرنجة والكلام ده، لا، هي بس ربع العلبة كده على بستلة مع شوية اصفر جملي. لو بقى عايز تجود من عندك وعايز تعمل درجات اغمق، بص، اللون ما تحكمش نفسك بكارتيلا. او لو انت بتعمل شقتك او بتدهن اوضتك، ما تحكمش نفسك بدرجه معينه. انت البلاستيك معاك والمركز معاك. درجه زي اللي انت شايفها دي لامستون. لامستون ده بنفس العلبه اللي معاك، اللي هي علبه الفانيلا لاتيه، لانهم كلهم درجه واحده البيج الرمادي. بننزل بالعلبه. انا مثلا هنا كنت بحط هنا ربع في الاولانيه، لا هنا هزود شويه، هخليها مثلا تلت العلبه كده او نصها. هزود الاصفر، لقيت اللون فاقع معايا شويه، اصفر سنه، يبقى سنه اسود هتحبك للون ده وهترجعني اللون درجه قويه جدا برضو اللي هي اللامستون بعد الفانيلا لاتيه. وبالطريقه دي تقدر تتحكم. هو البريز له سكه تانية شويه، بس تقدر تتعامل بيها برضو من علبة البريز. بعلبة في مركزات من الشركات دي برضو نازلة بريز عشان تقدر تعمل بيها لون البريز. لأن لون البريز اللون الرصاصي فيه طاغي شوية، هو بيج رمادي، بس الرمادي ظاهر فيه. الفانيلا لاتيه، لامستون، الكلام ده كله بيج رمادي، ولكن البيجات طاغية عليه، تحسه أدفى شوية من اللون التاني. وهكذا يا مدير. لو وصلت معايا لحد النقطة دي، فحابب أشكرك وأقول لك يعني مفيش جديد في اللي جاي. بس يعني مش هتخسر حاجة لو عملت لايك، مش هتخسر حاجة لو كتبت كومنت الله ينور، أو لو استفدت قلت أنا استفدت. تحياتي يا مدير. سلام.